عشرات آلاف المواقع الإلكترونية الحساسة حكومية وغير حكومية في الكيان الإسرائيلي سقطت أمام ضربات هاكر يطلق على نفسه اسم المجهول أو أنونيموس. نحن الأنونيموس إلى الكيان الصهيوني لفترة طويلة جدا، ونحن نتسامح مع جرائمكم ضد الإنسانية ونغفر خطاياكم دون عقاب من خلال أعلامكم المخادع. مصادر إعلامية قدرت عدد المشتركين في هذا الهجوم والمنتمين لجماعة أنونيموس ب10,000 شخص من عدة دول بينها لبنان، سوريا، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب، ماليزيا، إيران، جنوب إفريقيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد استهدفت الهجمات العديد من المواقع أبرزها وزارة الاستخبارات ورئاسة الوزراء ووزارة الأمن وموقع الكنيسة الإسرائيلي وسوق الأوراق المالية ووزارة التربية، بالإضافة إلى 20,000 حساب على الفيسبوك و500 حساب على تويتر و3,000 حساب مصرفي بمختلف البنوك الإسرائيلية. وقام القراصنة بوضع الشعارات الفلسطينية وصور الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي، بالإضافة إلى مجموعة من شهداء المقاومة الفلسطينية واللبنانية كمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين والقائد العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي أرفقت صورته بالقول فتح الحساب ولن يغلق. كذلك وضعت خطابات العديد من قيادات المقاومة. في القدس وفلسطين باب وأي باب، ولكم فيها حارة وأية حارة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن القراصنة كانوا هددوا في مطلع الشهر الجاري بمحو الكيان الإسرائيلي عن خريطة الإنترنت، تهديدات تحولت إلى وقائع دفعت سلطات الاحتلال إلى قطع الإنترنت ساعات من أجل تفادي المزيد من الضربات الإلكترونية. وكشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو طلبت المساعدة العاجلة من دول عدة بينها الولايات المتحدة وباريس، كما قامت بحشد جيش إلكتروني ووضعته في حالة التأهب القصوى للحد من الخسائر المترتبة على هذه الاختراقات. مقاومة بأسلحة برمجية رد عليها الكيان الإسرائيلي أنه لن يقف مكتوف الأيدي، مقاومة لا تختلف عن المقاومة العسكرية التي هزمته في مواقع كثيرة، ما ينذر باستمرار هذه الحرب التي لا دماء فيها، ولكن حتما ستشل العصب الإسرائيلي تمهيدا لإجراء فورمات له ثم ديليت بحسب ما يقول معلقون.